السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم ومشروع القانون والاجتماعات اللي دلوقتي على قدم وساق للانتهاء وصياغة خلاص. شفت لما بتزوق كده الحاجة برواز بتزوقه خلاص المشروع خلاص. مع إني بنطلب برضو بنقولها تاني، يا اطلب يا مالك واتكلم وعلق وقول. قول أنا بعاني من كذا كذا والقيمة الإيجارية دي قليله، انا مريض وعندي كذا كذا وعندي اولاد عايزين مصاريف مدارس وانا احد الورثه ومش لاقي، في شقه مغلقه وفي حاجات مغلقه. اتكلم، علق، قول. الوقت قليل، لا بس بيدرسوا. عندنا مجلس، بعض اعضاء مجلس النواب المحترمين، وعندنا حكومه بتسمع، سمعت المعاناه وطلعت مشروع قانون نعترض على المادة التانية اللي هو ال1000 جنيه، وبنعترض على اللي هو قدروه دلوقتي اللي هو بيقول لك 3 مستويات، المستوى 1000 جنيه و500 جنيه و250 جنيه. برضو الملاك بيعترضوا على هذه القيمة، إن هم بيعانوا عايزين حاجة ترفع عنهم المعاناة. الله، أنت مش عايز ترفع المعاناة عن الناس ليه؟ ارفع المعاناة، زود القيمة، يعني شوف سعر السوق كام يا عم وحاسبني، شوف المساحة قد إيه وحاسبني، ماشي زي ما أنت قلت. طيب المحلات التجارية ايه اخبارها؟ صحاب المحلات قانون الايجار قديم بيسالوا، وعندهم المحلات وعندهم الشركات. في بعض منهم قليلين جدا، ما يعني عنده المحل زي ما هو ما عملش حاجه او قاعد بيه في حته شعبيه او كده. هو احنا برضو بنطلب من الحكومه ان هي تساعده، بس ما يستعيش على حساب المستاجر. المستاجر كفايه المعاناه اللي هو عناه المالك والورث المالك مسنين، زي ما قلنا، زي ما عندك امراض هنا في امراض هنا، زي ما في مسنين هنا في مسنين هنا، في اطفال هنا في اطفال. كل الامراض اللي عندك عندنا، وكل الحاجه اللي عندك اللي عندنا، احنا كلنا شعب واحد. الا بقى المستاجر، المستاجرين المحترمين خليهم على جنب. المستاجر الواكل حق، انا تعبان عشان حقي ضايع بتعب اكتر، وانت عندك راجل مسن وعندك ست وعندك كذا كذا واخده حق المالك دوت. يبقى مفيش توازن خالص، عشان لو عايز تقولي توازن او في عدل. المهم المحلات التجاريه، اصحاب المحلات التجاريه ينادون بان يقوموا بتسليم، بعض منهم تسليم المحلات، على ان يتم استلام محلات بديله من الدوله، من الحكومه. يعني بيقولوا عايزين محلات تجاريه بديله واماكن اداريه بديله عند الاخلاء وتسليم الوحدات التجاريه، قانون قديم لاصحابها الملاك. المحل اللي بيكسب بسعر السوق، المحل اللي عنده 10 وعنده، انا مع اللي ياخد اللي يكون مستاهل وما عندوش، انما هجيب له اقرار ذمه ماليه واعرف هو عنده املاك ايه. انتوا موافقين يا ملاك ان هم يسلموا لكم الشقق وياخدوا وحدات بديله من الدوله؟ ايه رايكم؟ قول لي رايك. انا عن رايي بقول لا، كفايه ان انت اجرت من الباطن وعملت لي عقد شركه من الباطن وبتساومني واشتريت مني الثمن بخس اشترى من الناس، واديتني فلوسي في المحكمه وعملتني معامله غير انسانيه غير لائقه، وخد فلوسك في المحكمه وما تكلمنيش انت تخلي هي انا راجل مالك مش راجل اي كلام. يعني تبعت لي عيل صغير صنايعي عندك يديني يقول لك لا ما فيش، الله امشي. طب يا عم مين اللي قاعدين في المحل دولت؟ لا ما في، ما انت مالك انت يا عم، اتكل على الله، اوعى تيجي هنا انا هديك فلوسك وعلى كذا في المحكمه. ومعاناه وبيكسبوا وعندهم المحلات ومأجرين من الباطن، وعندهم محلات خدوا المحلات دي غيروا الأنشطة بتاعتها. يعني واحد أنا مأجر له مكتبة مثلا، الأب أجر مكتبة، الأب توفى جه الابن غير النشاط الشغل بتاع فسيخ. أنا بحب الفسيخ مش بتكلم مفيش حاجة عن الفسيخ، بس وريك بعد عن النشاط. يعني ده خردوات وده بقى أكل، يعني ده أكل وده سندوتشات، ده أكل وده
خردوات، غير النشاط وما اقدرش اعمل معاه حاجه. الاقي ناس قاعده في المحل غريبه، مين يا عم دول شركاتي، احنا عاملين عقد شركه، عقد شركه سوري، ومالك ما عندوش فلوس عشان يقدر يرفع قضيه ويجيب محامي ويثبت والكلام دوت، وهو بيرشي ويعمل عشان يقنن وضعه وياخد حق مش حقه، يدفع 200 جنيه وهو بياخد 20,000 جنيه ايجار من الباطن، ياخد محل بعد كده؟ لا. ايه رايكم يا ملاك؟ الكلام بتاعكم انتوا اللي قسيتوا وانتوا اللي عانيتوا، انتوا اللي الانسانيه بتاعتكم اتحضرت، انتوا اللي القانون ذلكم، انتوا اللي شفتوا اكو عيالكم، اوضكم عيالكم بيتاخد منكم، ردوا عليهم. انا بقول لا، هل انت معايا ولا لا؟ بس المتضرر اللي يثبت ان هو كان المحل ده هو مصدر اكل عيشه وقانون الايجار ما عندوش غيره وعنده أول. لا، انا معاك ان الدوله تساعده. سهله جدا ان احنا نعرف الناس دي، اقرار الذمه الماليه والكشف عليهم والكلام دوت في الميه والكهرباء. هنجيب يعني من اول ما اتولدوا، الحكومه هتجيب من اول ما اتولدوا وعنده ايه في البنك ومعاه ايه ومعاه ايه ومعاه ايه. لو عايزين تديهم محلات قولوا لي اه ولا لا. شكرا.